معانا الاستاذ احمد حلمي المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ احمد مساء الخير يا فندم. استاذ احمد للمره الثانيه في 24 ساعه تسمم 37 طالب بمدرسه نجع الدموكي الابتدائيه بنجع النجار في اداره سوهاج التعليميه. ده حضرتك بتفسره بايه؟ حضرتك هو البيان اللي وصل لينا 38 طالب، 25 تم معاملتهم في الاستقبال وفي 2 خرجوا. في 2 ايه يا فندم؟ كويسه، وفي 11 محجوزين. ده اللي هو كان وصلنا واحنا في غرفه العمليات. هو طبعا ده شيء ما نقدرش نقول عليه شيء عادي، لا شيء غير عادي، شيء مؤسف جدا. هاتوا لنا الاستاذ احمد حلمي تاني يا جماعه. شكله في الطريق. كمل استاذ ناصر، انا كنت عايزك معانا عشان ايوه يا ريس. يعني تابع المداخله معايا يعني. اتفضل كمل. تمام. انا متابع حضرتك، وهو بالفعل يعني كلام الاستاذ حلمي فعلا سليم في النقطه. البيان بتاع النهارده شوفوا لنا الاستاذ احمد حلمي تاني يا جماعه. لان الحادث بتاع الامس ما كانش في مدرسه تربيه وتعليم، كان في معهد ازهري. معهد ازهري بنزله القاضي بمركز بحطه. طيب احنا رجع لنا الاستاذ احمد حلمي مره اخرى المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. احمد بيه اتفضل يا فندم. فندم، فانا بقول في كل الاحوال طبعا ده يعني حادث مؤسف. ممكن تكون هو يعني في كل الاحوال اكيد وراه ايد اهمال. الاهمال دوت ممكن يكون من التخزين، ممكن يكون اسباب ترجع للمورد. اسباب كتيره جدا. اكيد الشؤون القانونيه بتاعت الاداره التعليميه بتاخد مجراها. بنبقى محتاجين في مثل هذه الحالات الى حد من وزاره الصحه عشان يشوف العينه ايه بتاعت الوجبه اللي هو التلاميذ تناولوها. هم تناولوا يا فندم عبوات لبن حليب. عبوات حليب فاسده. تمام. ما هو يعني الفساد ده في مكونات. استاذ احمد الحقيقه انا عندي كام سؤال عايز اسالهم لك. اولهم ايه الضوابط اللي بتحكم مساله التعاقد مع الموردين للوجبات الغذائيه؟ هل هي من مصانع الدوله؟ هل هي من مصانع القطاع الخاص؟ ولو كانت من مصانع الدوله او القطاع الخاص ايه الضوابط بتاعتها اللي وزاره التربيه والتعليم حطاها؟ وازاي انا كمدرسه استلم وجبه بدون ما اكون معينها كويس؟ يعني حضرتك في كل الاحوال في مسؤوليه اشخاص معينين بيبقوا تبع المديريه، مديريه التربيه والتعليم. هم دول اللي بيبقوا مسؤولين وفقا للقواعد اللي هي المرسومه. بيشتغلوا ايه يا فندم اللي هم مسؤولين في مديريه التربيه والتعليم؟ في ادارات التغذيه حضرتك. ادارات التغذيه. تمام. تمام. كل مديريه التربيه والتعليم فيها اداره للتغذيه. تمام. والاداره دي بتبقى مسؤوله عن العمليه من الاي تو زد، من اول ما بيتم ترسيه عطاء على مورد معين وباشتراطات معينه. كل الاشتراطات ديت بتبقى المفروض انها اجراءات وفقا للقانون. طب ما هي كل الاشتراطات تم مخالفتها يا استاذ احمد. تمام. خليك معايا واسمع كده من الاستاذ ناصر. استاذ ناصر اتفضل. قول لنا على حالات. استاذ ناصر فؤاد زميلنا مراسل خط احمر في سوهاج وهو بيشرح الوضع على الطبيعه من هناك. استاذ ناصر انت حضرتك بتقول لي ان الحاله دي اتكررت اكتر من مره وفي يوم واحد في 24 ساعه بس مرتين. ارجوك سمع للاستاذ احمد اللي انت بتقوله عن حالات التسمم اللي حصلت في الايام اللي فاتت. هو بالنسبه سعادتك للحادث اللي حصل امبارح ما كانش في مدارس تربيه وتعليم. كان في معهد ازهري. معهد ازهري نزله القاضي بمركز بحطه. طيب هل المورد هو المورد؟ هل المورد اللي بيورد للمعهد الازهري هو المورد اللي بيورد للتربيه والتعليم؟ لا، ده ساعتك هيتكشف من التحقيقات. وعلى فكره بالنسبه للعبوات اللي وصلت بالمعاينه المبدئيه ليها النهارده ثبت ان تاريخ الصلاحيه المدون على العبوات 15/1/2014 وتنتهي في 14/7/2014. يعني المفروض ان هي ساريه الصلاحيه. ساريه الصلاحيه ده كمان يعني ساريه من ده في اول انتاجها كده. يعني انت ايه بتشكك؟ يعني بتشكك ان التاريخ مش مواكب للعبوه؟ ده ساعتك اللي هيثبته التحقيقات. لان النهارده طلعت لجنه من الصحه والتربيه والتعليم اتحفظوا الاول على الاغذيه في المخازن وخدوا عينات وراحت معامل الصحه لفحصها. والسيده ناديه موسى وكيله وزاره التربيه والتعليم بسوهاج اصدرت قرار حالا من لحظات بوقف توزيع الوجبات الغذائيه بجميع الادارات وجميع المدارس
لحين البت في التحقيق وظهور. خليك معايا يا استاذ ناصر. استاذ احمد بيه، طب ليه الاستاذه ناديه موسى وكيله الوزاره لما امبارح شافت ان في تسمم موجود في المعاهد الازهريه او في معهد ازهري ما وقفتش قراءه التغذيه ليه؟ وبعدين مش المفروض في اداره التغذيه يا فندم اللي هي تابعه للوزاره في سوهاج في دكاتره بيستلموا العينات دي وبيتم تحليلها واجازتها للاستخدام الادمي قبل ما هي تنزل للطلبه والتلاميذ؟ حضرتك بس هو يعني قرار استاذه ناديه مديريه التربيه والتعليم، هو ده قرار تقدير للموقف. يعني لما بيبقى حصل بس حاجه متاخر يا فندم يعني الازهر قد يختلف الامر عن حدوثه في التربيه والتعليم، انما هي لما حصل في التربيه والتعليم خدت القرار الاداري السليم واحترازيا بتوقف متاخر يا استاذ احمد. قرار اداري متاخر يا استاذ احمد. قرار اداري اتاخد بعد اصابه 37 واحد بالتسمم. حضرتك مفيش معلومات كافيه كانت جايه من الازهر عن ايه الاسباب. الازهر حضرتك عارف ان هو جهاز مستقل تماما عن التربيه والتعليم، فما كانش في معلومات على الاقل يا استاذ احمد. استاذ احمد طبعا انا مش بحاسب حضرتك، لكن انا بطرح الاسئله اللي يعني اهالي حضرتك مش مديني الفرصه ان انا اوضح لك. اتفضل يعني لو سمحت لي حضرتك الموقف مختلف والمكان مختلف. انا بس عاوز اعلق على ان فتره الصلاحيه سليمه، واخد بال حضرتك؟ وقد تكون كل الاجراءات سليمه، انما اسلوب التخزين نفسه ما يبقاش سليم. انت فاهمني انا اقصد ايه؟ مين بقى اللي بيخزن يا استاذ احمد؟ يا استاذ الفاضل لو سمحت لي، ما انا بسال حضرتك. قد يكون الاسباب اللي هي وراء حادث الازهر قد تختلف تماما عن الاسباب اللي وقعت في خلاص خلينا في حادث التربيه والتعليم. تمام. حضرتك يعني بتقول ممكن يكون سوء تخزين. مين مسؤول عن التخزين يا فندم؟ ما انا بقول لك حضرتك اداره التغذيه هي اللي عليها المسؤوليه في اداره عمليه التغذيه من اولها لاخرها. يعني موضوع بهذا الحجم يا فندم ما يتطلبش تشكيل لجنه من الوزاره هنا في القاهره تروح لهناك تحقق فيه؟ يا فندم ماشي، هو ممكن ده كل شيء ممكن، بس مديريه التربيه والتعليم يعني قايمه بشغلها. يعني اول قرار لوكاله الوزاره. ما انا عندي 37 تلميذ يا فندم مصابين بالتسمم، يبقى هم مش قايمين بشغلهم. لو قايمين بشغلهم يا فندم يبقى انا وانا بستلم كاداره تغذيه عندي دكتور او عندي معامل بتفحص عينات من هذه العبوه قبل ما انزلها للمدارس. يا استاذ الفاضل، ما هو الخبر اللي متبلغ لحضرتك بيقول لك ان تاريخ الصلاحيه سليم. يعني انا بتعامل على الطريق، يعني انا يا فندم بتعامل طب سليم والعبوه وما داخل العبوه مش سليم يا فندم وفاسد. يا استاذ الفاضل يعني طب اتفضل حضرتك اتكلم واشرح الموضوع وقول انت حضرتك الاسباب. لا انا بطرح على حضرتك وحضرتك جاوب. ما هو انا عاوز اوضح لك اشياء. ما هو اصل انا لا يمكن يا استاذ احمد همشي في الطريق اللي انت عايزني امشي فيه، انا همشي في الطريق الطبيعي. لا انا مش عاوزك تمشي في طريق يا استاذ، انا مش بهون الموضوع. انا اول كلمه يعني حضرتك شايف ان 37 واحد اتسمم مفيش سبب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا استاذ الفاضل انا بقول لك في الاول ان ده حادث اهمال، يعني بقول لك ده في مسؤول عن اللي حصل ده. يعني انا بأقر كمسؤول وانا بحترم ده في حضرتك، انا بحترم ده في حضرتك، لكن يا استاذ احمد انت مش اقول لك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يا استاذ الفاضل حضرتك مشكورا ممكن تنزل تشتري ثروه من سوبر ماركت قانونا فيها كل الصلاحيات وفيها كل الاجراءات ويطلع بعد كده انها فاسده ويحصل حاجه مكروهه لا قدر الله، وبعدين بعد كده هنلاقي ان في اسباب ثانيه خالص لا نعلمها. يعني انا اقصد يعني حضرتك اول ما تخلص كل اللي انت عايز تقوله قول لي انك خلصت عشان عندي كام سؤال عايز اسالهم. اتفضل. عينيا الاثنين حاضر، عينيا الاثنين حاضر. اتفضل. حضرتك دلوقتي لما المديريه خدت قرار بان توقف الوجبات الغذائيه، ده قرار احترازي ان احنا ما نكررش الخطا ونستنى لغايه ما نشوف، وقد يكون كل المواد الغذائيه المخزنه عندنا قد يكون غير سليمه. ففي دلوقتي اداره التغذيه واكيد في شؤون قانونيه، وزي ما حضرتك تفضلت وسمعت ان في معامل وزاره الصحه هتشتغل في كل المساله دي. تمام. المساله دي هي اللي هتحدد حضرتك يا ترى هل هي من مورد معتمد او غير معتمد، يا ترى هي اساسا جايه فاسده من المورد، يا ترى هي فسدت لما كانت في مخازن الوزاره او هكذا، اسف المديريه. يعني كل الاسباب دي هتبقى نتيجه التحقيقات. انما احنا اساسا احنا عندنا متاسفين جدا وعندنا شعور بالاسف شديد قوي ان اكيد ورا كل حادث فيه اهمال. صح. كل اللي احنا عاوزين نقوله ان اي حد هيتسبب في اهمال او في تسمم طالب او اي مشكله في التعليم
مهما كان مستواه لابد ان يحاسب. طيب حضرتك خلصت اللي عندك يا فندم؟ اتفضل حضرتك. استاذ احمد، انا حضرتك عملت مقارنه الحقيقه مش في مكانها خالص. بتقول لي ان انا لما اشتري من السوبر ماركت زيها بالظبط زي ما انا باخد وجبه في المدرسه. لا، الحقيقه المقارنه مش في مكانها. ليه؟ هقول لسيادتك. انا النهارده وجبات المدارس دي عندي اداره تغذيه في وزاره التربيه والتعليم في كل مديريه. المفروض حتى لو تاريخ الصلاحيه قدامي عندي معامل بتاخد عينات من هذه الوجبات وبتقوم بفحصها قبل انزالها للمدارس او توزيعها على المدارس. متفق معايا في الكلام ده ولا لا يا فندم؟ اكيد. طيب هل الكلام ده، هل الاجراء ده اتعمل يا فندم؟ اكيد اتعمل، اكيد اتعمل. طب هو لو اتعمل ارجوك استاذ احمد. ما انا بقول لك حضرتك ما انت انا سبتك خدت راحتك واتكلمت، ارجوك سيبني انا كمان اشوف شغلي. استاذ احمد سامعك اهو، سامعك استاذ احمد. حضرتك بتقول لي اكيد اتعمل. طب ازاي الطلاب دول اتسمموا؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن التخزين يكون في اسباب في التخزين ادت. طيب الوجبه بتقعد في المدرسه، بتتخزن في المدرسه؟ المفروض في الادارات تبقى عارفه مخازنها فين. كل اداره تعليميه بتبقى محدده وعارفه المخازن فين، وكل مدرسه بتبقى محدده استاذ احمد، احنا بنتكلم النهارده عن حليب صلاحيته لسه هتنتهي في شهر 7 حسب ما هو مدون على العبوه، ولكن هذا الحليب فاسد. حضرتك هو بيتم فحص العينه، بيتم فحص كل العبوات، بتبقى عينه حضرتك. باخد عينه. حتى العينه اللي بتتفحص من معامل الصحه بتبقى عينه. انما ممكن العينه تطلع سليمه وممكن لسبب ما هنكتشفه بعد التحقيقات ممكن ان بقيه العبوات كلها فاسده، قد يكون لسبب تخزين. في مثلا في تخزين في ثلاجه والثلاجه حصل كهرباء قطعت، اسباب كتيره. طيب استاذ احمد، انت يعني الوزاره ايه الاجراءات اللي خدتها غير القرار اللي خدته مديريه التربيه والتعليم هناك بخصوص الطلاب المصابين هناك؟ تمام. ايه الاجراءات اللي انتوا ناويين تعملوها؟ حضرتك بيفترض تماما ان كل وكيل وزاره، كل مديريه التربيه والتعليم هو وزير التعليم في محافظته، وله حريه اتخاذ القرار وفقا للحدث التعليمي. قرار السيده مديره المديريه قرار صائب جدا ان هي طبعا انا معاه، بس متاخر جدا. طب ماشي، ما هو الوزاره حضرتك بتتدخل. يعني لو انا في مكانها هفحص اول ما اعرف ان في الازهر كذا، هفحص العبوات اللي عندي على طول. حضرتك سكت يا فندم. لا انا مش سكت. يعني حضرتك برضو بتاخد موقف ممكن يكون مختلف في كل احواله عن موقف تاني. انا بالنسبه لي بكلمك على التربيه والتعليم. انا بعمل مقارنه في مكانها. لما اسمع ان في تسمم في صهاج هطلع انا بتاع المنيا افحص اللي عندي. الحقيقه ده مقارنه في مكانها تماما. يعني السيد الوزير ناوي يزور الطلبه اللي تسمموا يا فندم؟ يعني الوزير في جولات ميدانيه مستمره على طول. انا طبعا متابع ولو مجهود رائع. في مشاكل كتير جدا، وهو بينزل ارض المشاكل وبينزل بيعين كل حاجه. اذا ان شاء الله في الجوله سمحت ان شاء الله هينزل، ما بيتاخرش عن انه ينزل لمواجهه اي مشكله. احنا عندنا 37 تلميذ مسمم في مدرسه نجع الدموكي التابعه لوزاره التربيه والتعليم، وده موجود في بيان غرفه العمليات وفي تقرير غرفه العمليات ومرفوع للسيد الدكتور. هل يستحق يا فندم زياره من السيد الوزير ليهم؟ إذا مديرة المديريه بتدير الامر بشكل جيد الوزاره بتتابع، انما اذا كانت الاداره هتبقى غير جيده الوزاره بتتدخل. اشكرك الاستاذ احمد حلمي المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. اشكرك زميلي ناصر فؤاد مراسلنا في سوهاج. ادي كان رد لوزاره التربيه والتعليم. هسيب لكم انتوا التعليق، انا مش هتكلم. انا سالته كل الاسئله اللي ممكن اي اب فينا يسالها.